هذه الصلاة المطلسمة مروية عن سيدي إبراهيم الدسوقي، وأخبر أنها ب70,000 صلاة، من قرأها 4444 مرة مجربة لقضاء الحوائج. اكيد كلكم سمعتوا عن الصلاه المطلسمه، الفيديو اللي انتشر عن واحد شيخ بيقولوا عنه شيخ الشافعيه. وطبعا انا اتاخرت في عمل فيديو عن الموضوع ده، لكن سبب التاخير جه للخير، لان الشيخ الشهاوي طلع رد على الناس اللي بترد عليه. طب في كم واحد من اللي بيسمع الفيديو ده ما سمعش عن الصلاه المطلسمه؟ اسمع جزء منها عشان تبقى عارف هنتكلم عن ايه، وبرضه هنرد على الرد اللي رده الشيخ للناس اللي بتنكر عليه. اسمع يا محترم. وهناك ايضا الصلاه المطلسمه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، طلعت الذات المطلسم والغيث المطمطم والكمال المكتم، لاهوت الجمال وناسوت الوصال وطلعت الحق، كيت إنسان الأزل في نشر من لم يزل، فقام بنواسيت الفرق إلى طريق الحق، صل اللهم به فيه عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا حي يا قيوم. نبدأها واحدة واحدة. هي اسم الصلاة نفسها الصلاة المطلسمة. الطلاسم هي لغز شيء مبهم وغامض، يعني حروف غير مفهومة ورسومات غير واضحة ترجع لنية اللي كتبها، وبعد كتابتها تسمى تمائم. يعني بعد ما تكتب الطلاسم دي في ورقة وتطبقها على نية اللي كاتبها، الكتابة دي بقى اسمها تمائم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. ويبقى زي ما عرفنا ان الطلاسم هي شيء غير مفهوم، والشيخ الشهاوي هيقول الكلام ده. لكن قبل ما نبدا في الفيديو، عشان الناس اللي هتقول لي انت بترد على شيخ الشافعيه ده في اعتقادهم، فانا هبدا الكلام بالدعاء له، هدعي له يمكن ربنا يستجاب، ونشوف حضرتك هتقبل بالدعاء بتاعي له ولا لا. لكن عايز اسالك سؤال قبل ما ابدا في الدعاء للشيخ: هل يجوز احداث صيغه دعاء جديده ما سمعتهاش قبل كده؟ هتقول لي طبعا، وانا هقول لك جزاك الله خير، شكرا. نبدا بالدعاء. تخيل كده يا محترم لو انا بدات الدعاء بتاعي للشيخ الشهاوي، نقول له ايه؟ اللهم اهد الشيخ الشهاوي المطلسم، شيخ الاشعريه المطمطم، الرجل العجوز المكتم، صاحب الوجه المعتم. انا عارف انك ما قبلتش الدعاء بتاعي للشيخ بتاعك، ليه؟ لانه شيخك. لكن تقبل الدعاء ده على النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لك اللهم صل على محمد، طلعت الذات المطلسم والغيث المطمطم والكمال المكتم، لاهوت الجمال وناسوت الوصال. انت متخيل ان الناس دي بتصلي على النبي عليه الصلاه والسلام بصيغ جديده؟ وهي دي الحته اللي هنرد عليه منها، لان ده هو الرد اللي هو رده على الناس اللي انكرت عليه، ان مفيش مانع انك تخترع صيغه جديده محدش قالها قبل كده، وكلامه مظبوط. هل هناك مانع من إحداث صلاة؟ لم يزل المسلمون منذ فجر تاريخ الإسلام وإلى وقتنا هذا ينشئون صلوات لا تحصى ولا تعد. لكن الصيغه دي لو تخالف الادب وتخالف الشرع الاسلامي اصلا، فانت لا مؤاخذه تلفها وترميها على اخر ايدك. ويبقى مبدئيا كده عرفنا ان مفيش مانع انك تحدث صيغه صلاه جديده على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مهما جبت من كلمات لن تصل درجه هذه الصلاه لفضل الصلاه اللي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم او وردت عن الصحابه. لان هو ده الرد اللي رده الشيخ الشهاوي على الناس اللي انكرت عليه، ان مفيش مانع انك تخترع صلاه جديده على النبي صلى الله عليه وسلم، وان الصالحين والاولياء منذ قديم الزمن وهم بيخترعوا صيغ جديده. لكن اللي ما قالوش للناس هو يعني ايه معاني الكلمات اللي الناس انكرت عليه فيها، وقال لهم ما يمكن انتوا اللي جهله بالمعنى اللي موجود في الصلاه دي. كلمات لها معاني، كم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وفجأة يا محترم قال لك اصلها مش بتاعتي، دي مروية عن العارف بالله ابراهيم الدسوقي، انا ماليش دعوة. وهي ليست من عندي، بل انها من سيدي ابراهيم القرشي الدسوقي، وقد كان سيدي ابراهيم شيخ الاسلام. وبالرغم من ان الشيخ الشهاوي له جهد كبير في الفقه، لكن سبحان الله نقل الكلام للناس وما اتبعش لا القرآن ولا السنة ولا الصيغ اللي موجودة، لما قال لهم ان الصيغة دي افضل ب70,000 صلاة. هذه الصلاة المطلسمة مروية عن سيدي إبراهيم الدسوقي رضي الله تعالى عنه، وأخبر أنها ب70,000 صلاة. طب يا عم الشيخ فين الدليل ان الصيغة دي افضل من اي صيغة موجود؟ ما هو يا اما انت بينزل عليك وحي وعرفت ان الدسوقي صادق في كلامه، والا انك معترف ان انت بتنقل حاجة انت ما انتش عارفها. طب السؤال اللي دايما بيزعلهم، هل حد من الصحابة قال الصيغة دي قبل كده؟ لا. طب هل في صيغة من الصلوات الموجودة واللي اعتمدها المسلمين موجود فيها كلمة من الكلمات دي؟
برضه لا. طب هو ايه تفسير الكلمات اللي وردت في الصيغة دي؟ المطلسمة والمطمطم والمكتم ولاهوت الجمال وناسوت الوصال. خد عندك يا محترم، في اول الفيديو وضحنا يعني ايه طلاسم، شيء غامض ومبهم، شيء غير مفهوم يعني. تاني جملة في الصلاة دي طلعت الذات المطلسم. طلعت الذات المطلسم، وهي معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم ظهر لينا بصورة بشرية لكن بخصائص إلهية. طلعت الذات المطلسم والغيث المطمطم. والغيث المطمطم. حتى لو كلمة المطمطم دي في اللغة العربية ليها كذا معنى، فكلمة الغيث المطمطم لا تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا إننا هنفتح الباب لكل من هب ودب يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأي حاجة، وتيجي تسأله أنت قلت ليه كده يقول لك معناها حلو، زي النصراني اللي شتم النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الله ما يستحق. لما جم يسألوه أنت قلت كده ليه؟ قال أنا كنت مفكر اسم حمادة بيتقال لأي حد اسمه محمد. فتخيل بقى المسلم شيخ الشافعية بينقل للناس النبي المطمطم ويقول لك لها معنى. الكلمة اللي بعدها والكمال المكتم. والكمال المكتم. وفي الرد اللي ردوا على الناس اللي انكرت عليه اوصى بشرح حد شرح الصلاة المطلسمة. قام عمك البرهاني شيخ الطريقة البرهانية قال لك ايه؟ قال لك كمال فوق كمال فوق كمال والله هو الكمال. فهمت معناها يا محترم؟ لسه اوضحها لك، لكن هتفهمها في الجملة اللي جاية من الصلاة دي. لاهوت الجمال. لاهوت الجمال. واللاهوت هنا كلمة بيستخدمها النصارى بمعنى الإله، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم هو إله الجمال. وناسوت الوصال. الناسوت برضو كلمة بتستخدمها النصارى على إنها الروح اللي وهبها اللاهوت في الجسد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو إله الجمال وروح الوصال، وهي دي بالظبط عقيدة الحلول والاتحاد بتاعت ابن عربي. ومن العجب أنها وافقت صلاة لسيدي الإمام الأكبر محي الدين ابن العربي رحمه الله تعالى. ومش هنروح بعيد، فاكرين الفيديو بتاع يسر جبر اللي قال لك العبد رب والرب عبد؟ وانا فعلا نسيت اعمل فيديو عن الموضوع ده، فكروني في التعليقات. فعقيدة الحلول والاتحاد بيعتقد بيها بعض مشايخ الصوفية، ما اقدرش اقول كلهم، الا انهم بيستخدموا التقية بتاع الشيعة ان ربنا بيحل في الانسان، او ان ربنا اصلا هو اللي موجود في الكون كله. يعني ربنا حاشاه تجسد في شكل كوكب وشكل مخلوقات، فهو بيعبد نفسه ونفسه بتعبده. الموضوع كبير والله، فتعالوا نقعد نشوف كلمتين ثلاثة من اللي قالهم ونختم الحلقة على كده. وهناك أيضا الصلاة المطلسمة. صل اللهم به فيه عليه، صل اللهم به فيه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تخيل كده انك بتكلم ربنا وانت بتدعي له، بتقول له يا رب ارزقني مني في عليا. قولها لك تاني، يا رب ارزقني مني في عليا. فهو بيقول لربنا ايه؟ صل اللهم به فيه عليه. انت متخيل؟ صل اللهم به، بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيه يصلي في النبي، ازاي بقى؟ عليه، طب يصلي عليه دي اللي احنا مأمورين بيها، يصلي فيه ازاي؟ يصلي انا دماغي عملت ايرور على طول، يعني مش عارف الدماغ ده. على فكره دي مش اول صلاه يخترعها شيخ الشافعيه خالص يعني. تعالى كان في صيغه تانية اللي هي تنحل به العقد وتنفرج به الكروب ومش عارف ايه، وفي الاخر سماها ايه؟ تسمى الصلاة النارية. الصلاه الناريه. طب بتتكلم في اعمل حاج، احنا ناس بتوع تجربه، احنا بتوع تجارب، احنا مش بتوع دليل. كلمه السر للناس اللي هتوصل للاخر، سلم لها الحاج عوض المطلسم. عزيزي المشاهد، وبكده يكون فيديو النهارده خلص. انا بحبكم في الله وعند الله تجتمع الخصوم. سلام عليكم. سأقطع كل من عادى رسولي وأبتر كل حبل للوصال وأقليه وأبغضه جهارا رجاء للمثوبة في مآل.